احنا داخلين على شهر كريم، والواحد اصلا عايز يركز اكتر حاجه في دينه، وعامه بعمل حاجه بحبها، فانا مش خسران حاجه. الموضوع صعب جدا طبعا، انا ممكن اعمل فيديوهات كتيره وما تتشافش، فانا امل ان هذا الفيديو يجيب مشاهدات. انا هحاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كنت عملت فيديو قبل كده على اليوتيوب، بس انا ما كنتش فاهم انا عايز اعمل محتوى ايه الصراحه. فالنهارده انا جاي اقرر ان شاء الله ان انا اعمل المحتوى ايه، واحنا داخلين على رمضان شهر كريم، فانا بفكر يعني اتكلم في امور دينيه اكثر. ده حاجه انا بفضلها عامه، وحاجه نافعه عامه مفيده يعني. وفي نفس الوقت ممكن اتكلم عن قصص في العموم يعني. فان شاء الله انا هحاول باذن الله تعالى ان انا اعمل ميكس بكون كل الاشياء دي يعني. بس في رمضان ان شاء الله هحاول اركز اكتر على المحتوى الديني باذن الله تعالى. آم، طبعا انا ممكن اعمل فيديوهات كتيره وما تتشافش، بس الفكره عندي ان انا استمر. انا عايز استمر وخلاص. جبت مشاهدات تمام انا ممكن انا عارف ان انا ممكن اقعد اعمل كده وفي الاخر ما يجيش مشاهدات عادي، بس الفكره اللي انا عايز اعملها هو ان انا استمر. الفكره ان انا في الاستمراريه، وعامه بعمل حاجه بحبها، فانا مش خسران حاجه. فاللهم صل على رسول الله. انا هحاول، وان شاء الله ان شاء الله يكون في نتيجه باذن الله تعالى. كان في فيديو انا عملته قبل كده، قلت ان انا هنشر محتوى باستمرار واستمر بتاع. في فيديو جاب 500 مشاهده وكومنتات جميله جدا، 20 كومنت بس كانوا جمال جدا الصراحه. هم دول اصلا اللي عاطيني دافع ان انا اعمل الفيديو دلوقتي. الفيديو التاني انا نشرته برضه، كان 3 دقايق تقريبا او دقيقه بس ما جابش مشاهدات. فانا امل ان هذا الفيديو يجيب مشاهدات وتقولوا لي ارائكم والمحتوى اللي يتعمل. انا حاسس ان المحتوى الديني افضل شيء حاليا هي الفتره دي. ان احنا داخلين على شهر كريم، والواحد اصلا عايز يركز اكتر حاجه في دينه. فتخيل بقى ان انت في شهر كريم والاعمال فيه جميله، وكمان تنصح الناس بالخير يعني. ده حاجه جميله جدا يعني، فاهم؟ فانا تقريبا هركز على المحتوى الديني اكتر. وزي ما انتم ملاحظين كده، بحب الشيخ محمد الغليظ جدا، بحب اتفرج عليه بودكاستات. ايه المشكله؟ الكتاب بتاعه اللهم صل على رسول الله. طبعا اي معلومه هاجي هقولها ان شاء الله هتكون معلومه مصدرها موثوق يعني وعامه ما اقدرش اقول احاديث ضعيفه ولا اي شيء، لا، انا اي حاجه اقولها بتبقى اخدها من اهل العلم. فان شاء الله القادم افضل باذن الله تعالى، واحاول اقدم اقوى شيء عندي باذن الله. الموضوع صعب، الموضوع صعب جدا، بس انا هحاول وباذن الله تعالى ربنا يوفقني. الفكره انا مش في المكسب، انا مش عايز مكسب، مش عايز مكسب مادي، انا عايز مكسب معنوي. اللي هو انا بعمل حاجه بتتقدر، ناس بتشوفني، ناس بتشجعني، بتقول لي كلام حلو. يعني ده بالنسبه لي اهم من مليون مكسب مادي، اقسم بالله العلي العظيم. اصلا بعمل حاجه انا بحبها. لو ما كنتش بعمل الحاجه دي انا بحبها، ما كنتش بدات، ما كنتش عملت فيديو. بس طالما الواحد بيعمل حاجه بيحبها وماش غلط، يبقى توكلنا على الله. ان شاء الله القادم افضل. ولو حد شاف الفيديو ده، لو حد شافه يعني، لو اتشاف، اكتب لي في الكومنتات المحتوى اللي انت تحب اعمله الفتره الجايه باذن الله تعالى، وانا هعمله ان شاء الله. عايز في ال30 يوم كل يوم ان شاء الله انشر فيديو. انا هحاول، مع ان الموضوع صعب، مش كل يوم فيديو يعني، هحاول على قد ما اقدر اعمل فيديوهات يعني. فالله المعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.